بعد اسبوع هتبقى انت هرم. وكل ما المشاكل كترت عندك تاكد وان الله عند حسن ظن عبده به. يبقى مهما يقابلك من مشاكل وربنا رماك على كوكب الارض عشان كل ما تقابلك مشكله ما تبتئسش ولا اي حاجه. ان شاء الله البيت اتحرق، الفلوس خلصت، البورصه ما اعرفش ايه، ادخل وما تخافش واضحك وتبسم الحياه، لان ده اختبار من عند ربنا ليك. وربنا قال في القران 10 مرات الضحك في ضحك يستبشرون والمملكه بتضحك وهكذا. وما ينصحش ان احنا ما نضحكش حتى وقت الازمات. وقت ايه المشكله؟ ما هو باكل الدفن، ايه المشكله؟ انا ببسمت واحد بيقول لي يعزيني بس ايه المشكله؟ ان شاء الله ده رايح في الجنه. يبقى والحيوانات بتبتسم، النمله بتبتسم والفار بيبتسم والاسد وكله بيبتسم. النمله بتبتسم يعني هقول لك البسمه دي اول نوع من الضحك. بعد كده في حاجه اسمها الاهلاس ان انا اخبي الضحكه مكسوف من الناس، وبعد كده القهقهه والكركره، وبعد كده انا افطس من الضحك واترمي على الارض وامسك بطني اقول كفايه. عايز اقول حاجه، احنا خدنا الضحكه منين؟ خدناها من الانسان الاول والحيوانات. تلاحظ عند الكلب وعند الحيوان يقول لك ها احنا خدناها حطينا عليها ها ثانيه بقت ها وبعد كده بقت هي وبعد كده هو يبقى احنا اتعلمنا الضحك من الحيوانات البدائيه في الاول. طب دي يعني في جمله حضرتك وجمله عند حضرتك، الشعب المصري او كثير من الشعوب العربيه بقوا عصبيين جدا وخصوصا في الشارع. ليه؟ من الناحيه النفسيه. سريعا الوقت خلاص البرنامج هيخلص. انا ليه علاقه بحجم الانكار بتاعهم لصعوبه الواقع. طول الوقت توقعاته اكبر من الواقع بكثير. هي الناس نسيت اللي الله عند حسن ظن عبده به. تفائل. مهما كان عندك مشاكل ان شاء الله هتنحل. واحنا بقى المصريين اساتذه في تحدي المشاكل والهزايم، وشوف الاستعمار جالنا قد ايه وتغلبنا عليهم قد ايه وشوف عملنا في العالم. الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسيه والمناعه الاطفال وزميل معهد الطفوله في جامعه عين شمس، والدكتور يحيى جعفر استشاري الطب النفسي. شكرا جزيلا لحضراتكم. مشاهدينا العرض سعيد. ده كان